فاينالي يا جماعه، فاينالي انا لسه بفوق من صدمه ان الاجازه خلصت اصلا. المشكله ان انت في حياتك الطبيعيه بتبقى انسان ذري، يعني عبقري جدا. فاللي هو من كتر ما انت عبقري ممكن مثلا تخترع لمبه نيون ما بتنورش. انت حد فاهم فاجر. بس تيجي في الدراسه الكتاب يتحط قدامك، فجاه جالك عقم، انت جالك عقم دراسي ما بتستوعبش دي، خلاص اتقفلت دي. يعني المشكله كمان يا جماعه ان اول صفحه دي ما بتخلصش. فعلا ما يعني بحس ان بحطها كده، بحس ان انا ايه، قدامي طلاسم بقى، اللي هو بقعد اقرا اوري باري فوقا لحد ما ابوك يقوم لاسع الكف يفوقك من الحاله دي. وهي فعلا ما بتخلص. يعني انا بقى لي 5 سنين بذاكر في اول صفحه بجد، لدرجه ان امتحانها عدى بس انا لسه قاعد بذاكر فيها. هو خلاص بقى التحدي قفلت هنا، هتخلص. اخلصها بقى اشوف حياتي بقى، اشتغل، اتخرج، يعني هخطب، بس هي هتخلص يعني هتخلص. وبعدين لو المنهج 3/4 وانت ذاكرت اول ربعين، الامتحان يجي في التالت. يعني انت تفهمش ليه تذاكر اخر ربعين الامتحان يجي في الاول. هو تحس ان الدكتور ايه، قاعد كده فاهم، حاطط لك كاميرا مراقبه في البيت. اه يا احمد الله اكبر عليك، ايه ده بتذاكر اول ربعين؟ اه لا الامتحان يجي في التالت بقى، ما انت هتسقط. انت لازم تسقط يا احمد عشان انا اعقدك كده وتموت كده لوحدك. مش فاهم ليه بيعملوا فينا كده بجد والله. يعني وبعدين ربنا كرمك وتروح الامتحان، في شخصيات بقى في الامتحان يا جماعه فظيع. يعني دايما في ساندي بتاعت كل لجنه، ساندي تلاقيها قاعده كده، عماله تعمل كده، وهي ما بتحلش مش عشان مذاكره، بس هي ما بتحلش عشان ضوافرها ما تتكسرش. فاللي هو تلاقيها قاعده كده. وفي حماده كلب البنات بقى، هي ساندي بتنادي عليه فاهم، حماده سوري يا حماده ممكن تيجي تكتب لي علشان مش هقدر اكتب، عشان لسه عامله ضوافري في الكوافير امبارح ب 1200 دولار بجد. ومش هينفع اسقط برضه عشان دادي مش هيديني فلوس الايلاينر. اوكي. ايه يا حماده انت معصلك معايا؟ مش هتيجي يا حماده صح؟ اوكي حماده لوك. فتلاقي حماده يا عيني ايه، راح جاي ناطط على الورقه كده طلع قاعد يكتب لها. وانا اعرف ان الانسان كان اصله قرد، حماده كان اصله كلب. بجد كان اصله كلب بلدي كمان. لان انت ما انت صاحبه وتبتدي تفرط معاه سجاير بالليل في الكشك، لسه قاعدين الواد حماده المعفن، وتقول له يا ابني اديني اي حاجه، قد تقعد تتوسل له، حماده اديني اي حاجه يا حماده هموت يا حماده، ابويا كهربني في فخادي لو سقطت اقسم بالله. مفيش. لكن ساندي تعمل له كده. وفي دايما مديحه ايلاينر يا جماعه، مديحه ايلاينر دي بتتعلم طول حياتها ازاي ترسم ايلاينر عشان ترسمه صح يوم اللجنه، يوم الامتحان فتبص المراقب البصه العميقه بقى اللي هي الفشيخه بتاعتها بتسحره. اللي هو المراقب يقول لها بص يا بنتي في ورقتك ليه عامله ايه ده بجد. لا غش اتفضلي بجد، يعني معلش اصل انا راجل مغفل قوي، انا كبير ومغفل.